هاتي القلقاس واغسليه وفي الميه المغليه نزليه، وهنشوف مع بعض احلى طريقه لتقطيع القلقاس. ولا تشتكي منه ولا تقولي ايديا وجعتني. واي كميه هتجيبيها وتفرزيها هتخلصيها في اقل من ثواني. يلا يا قمر، الطريقه دي حلوه قوي، ولازم الميه تبقى مغليه. هتسيبيه في الميه قد ايه يا رندا؟ ما تزوديش عن 7 دقايق، اوعي هيبوظ منك ومش هيبقى حلو خالص وهيزعلك في الاخر. اول ما يعدوا ال7 دقايق هقول لكم نعمل ايه. عدوا ال7 دقايق، طفينا البوتاجاز. هنطلع القلقاس واحدة واحدة، بس خلي بالك عشان القلقاس بيبقى تقيل في المصفى. بعد ما هنطلعه في المصفى هقول لكم هنعمل ايه. طلعت بقى القلقاس، نشفته وجبت فوطة هنقشره. الفيديو ده المقصود ان انا اوريكم ازاي بعد الحركة دي بيتقشر اكنه بطاطس. بصوا اهو، ولا بتعب ولا اي حاجة. يعني انت لو عندك مشكلة في القشر بتاع القلقاس تقيل عليكي وجامد، بصي بقشره زي البطاطس بالظبط. يبقى كده هنفرز مع بعض اكبر كمية قلقاس. تعمليه بقى؟ تفرزيه تشيليه رمضان، وبعد ما تقشريه اي حتة فيها بقى حاجة غامقة كده بتنضفيها. ولازم يبقى في ايديكي فوطة يا قمر زي ما انا عاملة كده. وبعدين بقى بعد ما هنقشرها هقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، وهي متقشرة كلها كده بجيب فوطة وامسحها كده اهو، واجيب السكينة وانضف بقى كل الحاجات دي. مش قادرة تنضفيها كده وانت بتقطعي، نضفي. يلا بقى نقطعها واوريكم، هتبقى اسهل من السهولة. وطبعا المكون بتاع الليمون هو الاساس عندي. بصوا بتتقطع بسهولة ازاي، والله ما هتاخد وقت منكم. هنقطعها كلها بقى. يعني عايزه اقول لكم على حاجه، القلقاسايه الواحده تتعمل في كيس واحد، ما تحطيش قلقاستين مع بعض لان درجه السوى بتبقى مختلفه. زي ما انتوا شايفين انا قطعته ونضفته من اي حاجه. بصوا كل ده كان فيه حاجات غامقه كده انا شلتها عشان تبقى طبق القلقاس بتاعي حلو وجميل. قطعي بقى بالطريقه اللي تعجبك، بس برضو زي ما بقول في ايديكي فوطه ومعاكي ليمون. هنقطع بقى زي ما احنا عايزين كده، وكل ما هقطع همسح اللي انا قطعته بالفوطه واحطه بقى عليه الليمون واكيسه. هقطع الكميه زي ما انتوا شايفين كده اهو، وانا ايديا بقى فيها الفوطه كده بدعك واقطع، بدعك واقطع، بدعك واقطع اهو. اسهل من كده يا ست الكل مش هتلاقي. تقطيع القلقاس بسهوله جدا، تعملي 10 كيلو وانت مش تعبانه، اكنك بتقشري بطاطس بالظبط. وتخزنيه بقى، ينفعك لرمضان، ينفعك وخصوصا ان رمضان السنه دي جاي في البرد، والقلقاس بقى يا محلاه شربته كده بتدفي وهو بيبقى جميل. هنقطع بقى الكمية وزي ما قلتلك القلقاساية الواحدة في كيس واحد، عشان درجة السوى بتختلف من واحدة لواحدة. انت مثلا اسرتك كبيرة هاتي القلقاساية الكبيرة كده. يعني انت تدبري حالك ان هي تبقى قلقاساية واحدة عشان ما يستويش منك ويبقى مش حلو خالص معاكي لو ما استواش. هنعمل بقى الكمية كلها كده وهوريكم. قطعت بقى الكمية بتاعتي، انا ما بقولش الكمية قد ايه، كل واحد حسب ما هيعمل. وهعصر بقى على كل قلقاساية ليمون كده وهقلبه كويس قوي، اغرقه كده بالليمون. احنا كده كده لما بنيجي نعمل القلقاس بنحط له ليمون. انت هتحطي الليمون دلوقتي، لما تيجي بقى تطلعي الشوربه ما تحطي لهاش ليمون، هو في الليمون بتاعه. وقلبي بقى يا ست الكل كده
وكيسي في الاكياس وفرزي، وهتبقي هتبقى معاكي احلى تفريزات لرمضان وغير رمضان. طبعا انا بحب احط في الكيس الكبير علشان ايه بقى؟ عشان لما احطه في الثلاجه في الفريزر ما ياخدش مكان ويبقى مكبب كده. انا ولا بشتري اكياس ايكيا ولا اي حاجه، انا بشتغل بالاكياس العاديه المتوفره اللي هي بتاعه السندوتشات والمطبخ، علشان ما نكلفش نفسنا وتبقى الحاجه معانا حلوه وبتأدي نفس الغرض اهو. عشان ولا تقولي لي الاكياس دي غاليه عليا ولا اي حاجه اهو. هكيس بقى، وزي ما قلت في اول الفيديو كل واحد بيعمل الكيس اللي يقضي اسرته تمام كده. وهروح ربطاه مخرجه منه الهواء، ونطلعه بقى من الفريزر على الشوربه. يعني لما تطلعيه عشان تطبخيه لازم الشوربه تبقى بتغلي تمام يا قمر. بصي اهو، هتخرجي بقى الهواء كده زي ما انا بوريك اهو كده، وتلفيه كده اهو عشان الهواء كله يخرج منه، كله كده 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 كده. وتيجي بقى في الاخر كده تروحي ربطاه الربطه المتينه، تضمني ان ما فيهوش اي نسبه هواء، وتشدي قوي كده، وبعدين تفتحيه يا ست الكل زي ما انا بعمل كده اهو. واروح مفرغاه، مخرجه بقى القلقاس كده اهو. ايه رايكم؟ والقاس متفرز زي الفل. هعمل معاكم كيس كمان وخلاص على كده. يلا بقى، انا دي قلقاسه كبيره قوي هتبقى كبيره عليا، فانا هقسمها على كيسين وهعمل معاها نفس الطريقه اللي عملتها مع القلقاسيه الاولانيه. يلا يا ست الكل، هنعصر الليمون زي ما قلتلك، تعصري الليمون وتقلبيه كويس، ولما تيجي تطلعي الشوربه اوعي تعصري ليمون تاني. هو احنا كده حطينا الليمون بتاع الطبخ الخطوه دي خلاص، وتطلعيه جامد من الفريزر على شوربه بتغلي. ونقلب بقى يا ست الكل كده، ونفرزه في الكيس زي ما قلنا. وهعمل بقى كده، ودي ده كده الفيديو بتاع النهارده. لو الطريقه بتاعت القلقاس اللي هيتحط في الميه سهله وحلوه وعجبتك، ما تنسيش بقى في اللايك والشير، وتصلي معايا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومتابعه تفضلا عشان انتوا بقيتوا بخلة معايا قوي.